عندي طاسة على النار، هنعمل النهاردة أكلة سريعة جدا. محتارة أعمل إيه، فهعمل النهاردة وصفة سريعة جدا مع بعض. عندي طاسة على النار فيها شوية زيت ومعلقتين سمنة، هنزل عليها ببصل شرايح بالشكل ده كده وأقلب. البصل عندي دبل، هنزل عليه صدر الفرخة متقطع بالطريقة دي كده شرايح، بالشكل ده كده، واقلبهم سوا. الفراخ عندي دبلت وبقت بالشكل ده، بقى اللون الابيض بتاعها كده. في الوقت ده هنزل بالتوابل بتاعتي. عباره عن ايه؟ عندي طبق توابل مشكل، رشه جوز الطيب، 7 بهارات، رشه كاري، رشه فلفل لورا وملح. تمام، هنزل بيهم كلهم كده واقلب. عندي قلمين فلفل احمر واخضر، عندي حله على النار فيها ميه بتغلي، فيها شويه ملح، هنزل عليها البصل. عندي حله على النار حطيت فيها 4 معالق سمنه و4 معالق زيت، هنزل عليهم ب4 معالق كبار دقيق. كده عندي حمرت البشاميل، هنزل بقى باللبن بتاعي. عندي كيلو ونص لبن، هنزل بيهم بالشكل ده. دلوقتي بقى هنزل بالملح بتاعي بالشكل ده، وبرشة فلفل اسود بالشكل ده، واقلب بقى عشان يطلع معايا الخليط ناعم، ميبقاش فيه اي تكتلات. كده عندي البشاميل جاهز، بقى ناعم وجميل ازاي. هنزل بقى هنا عندي القالب بتاعي معلقتين. هنا عندي المكرونه، نزلت عليها بشويه بشاميل وقلبتها بقى بالشكل ده. هنزل بقى في القالب بنص الكميه كده وافردها. عندي الفراخ بتاعتي حشوه، هنزلها كلها بالشكل ده وافردها. بالشكل ده كده. هنزل بقى بباقي المكرونه كده. عندي المكرونه، هنزل بقى بالبشاميل بالشكل ده. كده عندي جاهزه. عندي بقى جبنه تركي، هرشها كده على الوش بالشكل ده. طبعا عندي الفرن ويله، هدخلها ايه على طول تحت الشوايه تاخد لون ونقدمها كده. خلصت عندي المكرونه وخرجناها من الفرن، شايفين جميله ازاي. حكايه وما خدتش وقت خالص معانا ولا مجهود، وسهله جدا، ثواني تعمليها.
نتقابل في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.